السلام عليكم. اهلا بكم في قناتي المتواضعه طبخه وشنطه مع هبه. يا رب تكون قناه خفيفه على قلوبكم. النهارده هنعمل مع بعض صينيه مكرونه بشاميل بس تحفه. يا رب ان شاء الله طريقتي تكون سهله وتشوفوا النتيجه في الاخر. ان شاء الله تعجبكم باذن الله. جوسي وتحفه، والبشاميل لوحده كان يجنن. يلا نعمل المقادير مع بعض. ده بصل وجزر وفلفل وطماطم، وده ازيد من نص كيلو لحمه مفرومه. هفرم الثلاث بصلات بالفلفلايه في قلب الكبه، وهنزل بيهم على السمنه بزيت اشوحهم شويه لغايه ما ريحتهم تطلع، وبعد كده اضيف عليها بشر الجزر. انا بحب احط خضار في عصاج اللحمه المفرومه. وهنزل باللحمه والتوابل: ملح وبهارات لحمه وفلفل اسود وبابريكا وسنه صغيره قرفه، سنه صغيره. ونقلب الخليط ده كويس قوي كده مع بعض. وبعد كده هنضيف مع بعض الطماطم اللي انا 3 طماطمات حطيتهم في الكبه، ما عملتهمش في الخلاط، انا مش عايزه عصير. انا حطيت طماطم تتقطع قطع. وانا لما باجي اسلق المكرونه بجيب الصينيه اللي انا بقى هعمل فيها بعايرها. حطيت المكرونه في قلب الصينيه دي، ده تقريبا حوالي كيلو مكرونه. ودي الميه بتاعتنا فيها شويه ملح بس، بحطش زيت. وهنسلق المكرونه مع بعض. تعالوا نعمل البشاميل. تمام. معلقه كبيره سمنه على زيت، وهننزل ب4 معالق كبار جدا دقيق واللبن، ونقلب كده. المكرونه بتاعتنا استوت ونص سوا، وده البشاميل بتاعنا عامل زي الطحينه كده. خلصنا كل الحاجه. تعالوا نكون مع بعض الصينيه. انا بدهن ارضيه الصينيه شويه بشاميل بحته سمنه صغيره، وبكسر بيضه واحده بس في خليط البشاميل، وفي بيضه تانية بس بحطها في الاخر هنشوف مع بعض. احط كميه من البشاميل على المكرونه واقلب كويس قوي. افرد شويه في ارضيه الصينيه واحط العصاج بتاعي اللي فيه فلفل وبصل وجزر. بعد ما خلصنا الوش التاني هسيب شويه بشاميل صغيرين احط عليهم البضايه دي اللي هتديني الوش الاحمر الجميل بتاع صينيه المكرونه. هنشوفها مع بعض. انا بمسح الصينيه من اي زوايد عشان ما تتحرقش في الفرن. دخلناها الفرن وهنطلعها مع بعض. شفتوا اللون رائع ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. ولا الريحه ما اقولكوش، تحفه. يا رب تكون عجبتكم، والسلام عليكم.